أيضا رئيس البعثة عبد الملك أبرون ومجموعة اللاعبين الذين شاركوا في هذه النسخة من كأس العالم، على رأسهم المدرب وليد الركراكي وأيضا والدته التي كانت حاضرة وأصر أن تكون حاضرة، وهي التي لم تتابع أيا من مبارياته حين كان لاعبا، لكنه أصر على وجودها إلى جانب زوجته في مدرجات كأس العالم فيفا قطر 2022 هشام. وهذا الأمر ساهم كما سبق وذكرنا وعدناها مرارا وتكرارا في الحالة النفسية التي رأيناها على اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب المغربي. صراحة توشيح من طرف جلالة الملك محمد الثاني بن وسام الملكي هو فخر واعتجاج لكل مغربي، هذه حقيقة. زائد اليوم اللي أعطت النكهة هو حضور الأمهات والزوجات، كانت ممتازة للغاية، بمعنى أن دائما اللاعب تيجني تيمار صراحة ما فعل ثابر تقاتلوا صراحة المنتخب المغربي كثير، واليوم حان الوقت ديال التوشيح والافتخار بالنسبه لهم، وهذا جميل جدا لان تتعرفي لا منتخب كل مكونات المنتخب المغربي بلاو البلاء الحسن اعطوا صوره طيبه للغايه، وهذا الفرحه ما عندها ولا ثمن، لان انا مغربي وتنعرف الوصول والتسليم على صاحب الجلاله اكبر اعتزاز لاي مغربي، وحضورهم الان فهو تنقول لك فرحه كبيره وعارمه وما عندها ثمن كما قلت. الوجود ديالو في القصر الملكي بالرباط هذا دليل قاطع على التلاحم الوطيد بين